ليه دايما بنشوف العيوب؟ عمرك لاحظت إنك لما بتتعامل مع حد أول حاجة عينك بتقع عليها هي العيوب اللي فيه؟ صوته، لبسه، تصرف غريب بيعمله، طريقة كلامه. الحقيقة إن دماغنا متبرمجة على رصد الخطر والنقد من أيام ما كنا عايشين في بيئة كلها تهديدات، وده اللي خلى السلبي بيشد انتباهنا قوي عن الإيجابي. عقلك بقى بكل بساطة بيكبر العيوب وبيصغر الإيجابيات من غير ما تحس. طب إيه الحل؟ أول خطوة هي إنك عرفت المشكلة فين بالظبط. تاني حاجة بقى، حاول تدور في اللي قدامك على أي حاجة حلوة، إن شاء الله تكون حاجة واحدة بس. ليه؟ لأن ربك العليم الحكيم لما حط الشخص ده في طريقك فده الحكمة. حاول بقى تفهمها. تالت حاجة واللي كتير مننا ما بيعرفش يعملها هي إنك لازم تفصل ما بين الفعل اللي ضايقك وما بين الشخص. هتقولي إزاي يا عم؟ صعب جدا. هقولك قدوتك وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قدر يتعامل مع المؤمن والكافر والمنافق، قدر يتعامل مع اللين والقاسي. مش يمكن ده اللي خلى الإسلام يوصل لنا؟ وبعدين عايزة أقولك على حاجة، لما تركز على الإيجابي هترتاح وتريح. وافتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.